السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. حبيت اشارك معاكم النهارده وصفه من وصفات الكفته السهله واللذيذه اللي تنفع للموظفات اللي راجعين من الشغل ومفيش اكل عندهم ومستعجلين. الاكله دي اوعدكم ان هي مش تاخد اكتر من ساعه في تحضيرها، ومش هنحتاج ندخلها الفرن. كله على ايه؟ على عين البوتاجاز او البوتاجاز من فوق. كفته بدبس الرمان سهله جدا، وبجد طعمه مختلف عن اي كفته عملناها قبل كده. مخدتش مني حرفيا ساعه في تحضيرها. كنت جايه من الشغل وما عنديش اكل كالعاده، بس كنت محضره او مطلعه كفته حطاها بره الفريزر قبل ما اروح الشغل الصبح. جيت من الشغل حضرت الكفته من الالف للياء، وزي ما قلت لكم ما خدتش ساعه واحده، وما استخدمناش مواعين او اطباق او حلل كتير. مجرد الصينيه اللي عملنا ايه فيها والبوله اللي عجلنا فيها الكفته. عندي هنا كيس من اللحمه المفرومه، عليه بقدونس وعليه فلفل اسود وبصل وكبابه صيني ورشه من جوز الطيب. خلطتهم كلهم مع بعض كده وابتدي بقى اشكل الكفته. عايزين تشكلوها كور زي ما انا عملت اللي يعجبكم، او لو حابين تعملوها صوابع برضو ايه اللي يعجبكم. هنا عندي مجموعه من الخضار، طماطم وفلفل بارد وحامي وبصل وفي توم، بس ما كانش متصور في الايه في الحته دي. هنا حطيت بقى الصينيه البطله اللي احنا هنعمل فيها الكفته على البوتاجاز، وحطيت فيها شويه من الزيت مش كتير. اهم حاجه ان الصينيه تسخن كويس عشان الكفته ما تلزقش فيها. هنا ابتدي اقلب الكفته بس بحرص عشان ما تتكسرش مننا لحد ما تاخد مننا لون حلو. هي طبعا نزلت ماده دهنيه زي ما انتم شايفين. احنا كده كده هنسويها حوالي 80% تسويه على الايه على في الصينيه لوحدها كده. طلعتها في نفس الطاسه. عايزين تقللوا الماده الدهنيه دي اللي يعجبكم. في نفس الصينيه حطيت بصله مقطعاها مكعبات صغيره، اقلبها تقليبه كده تاخد لون. وبعد كده هنزل عليها بمكعب من الثوم او مكعبين صغيرين مثلا من الثوم، ياخدوا لون الاتنين ويدوني ريحه حلوه. بعد كده هنزل بالفلفل اللي بيحب السبايسي يزود سبايسي. عندي هنا معلقه من معجون الطماطم، هفكها كده في البصل والثوم والفلفل، اشوحها يعني كده على النار. تمام. بعد كده هنزل بالطماطم المقطعه مكعبات صغيره، وما تكتروش طماطم قوي يعني، مش هم دول حوالي زي ما انتوا شفتوا مش عارفه والله 3 أو 4 ثمرات من الطماطم. هقلبهم كده مع بعض لحد ما الطماطم تتسبك. وعشان اساعد في تسبيكها حطيت عليها ربع كوبايه من الميه واسيبها تتسبك وتغلي. بس هنبهرها الاول بشويه فلفل وشويه ملح، طبعا مش كتير، وممكن رشه كبابه صيني، وممكن نحط برضو جوز الطيب، بس كفايه قوي جوز الطيب اللي موجوده في الكفته. هنسيب التسبيكه او الطماطم او الخضار يتسبك كده مع بعضه. تمام. بعد كده المكون الاساسي او اللي هو بطل الوصفه برضو دبس رمان. بجد بجد ودى الكفته لحته تانية. اللي ما بيحبش دبس رمان ما يحطش، بس الصراحه فرقت في الطعم كتير قوي. ممكن نكتفي بالخطوات دي بدون الدبس. وممكن تضيفوا الدبس وتجربوها تحفه بجد. هنا كنت بدوق الحدق بتاعها او الملح بتاعها، فنزلت عليها بشويه ملح كده. الطماطم اتسبكت، هنزل عليها بالكفته ونقلب برضو بحرص عشان ما تتكسرش مننا. تمام. ونغطيها ونسيبها حوالي 10 دقايق ياخدوا ويدوا مع بعض كده، والصوص يتقل شويه. وصينيه الكفته كده جاهزه ما شاء الله. عندكم كذا خيار بقى ممكن تقدموها جنب رز ابيض. ممكن تاكلوها بعيش زي ما احنا كلناها كده بعيش. تحفه بالعيش جدا يا بنات، والله جميله جدا جدا. زي ما قلت لكم ما خدتش ساعه في التحضير، والريحه والطعم كانوا عظمه. جربوها وعلى ضمانتي، وان شاء الله هتاكلوا احسن كفته. رشه كده من البقدونس لزوم التزيين والمنظر. نحضر العيش بتاعنا. عايزين تحضروا جنبها اي مخللات او طحينه اللي يعجبكم. اهم حاجه ان الطبق الرئيسي جهز معانا. والف هنا لو عملتوه ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.